السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. اخيرا رجعنا تاني يا جماعة، اخيرا رجعنا تاني. لو انتم متابعيني على انستجرام، عشان كده دايما بقول لكم تابعوني على انستجرام، هتبقوا عارفين ان انا كنت مسافرة عمرة. ربنا يكتبها للجميع يا رب. فالنهارده مشترياتي من شي ان للعمرة دي، الحاجات اللي انا كنت طالباها عشان اخدها معايا العمرة. تمام كده، فتعالوا مع بعض نشوف ايه الحاجات اللي انا طلبتها. وملحوظة تمام، الحاجات دي للأسف الشديد إن هي وصلت لي بعد ما كنت سافرت، فالحاجات دي أنا ما خدتهاش معايا. لكن بما إن أنا سافرت، فتعالوا أقول لكم إيه الحاجات اللي بجد بجد كانت هتفيدني جدا جدا لو كانت معايا. وانصحكم جدا لو انتم مسافرين عمره انكم تشتروها. وحاجات طلبتها وما كانتش هتفيدني، انا كنت فاكره انها هتفيدني، ما كانتش هتفيدني خالص خالص لو كنت خدتها معايا. فتعالوا كده مع بعض نشوف ايه الحاجات اللي انا كنت طالباها، وايه اللي كان هيبقى تمام جدا لو كنت خدته معايا، وايه الحاجات اللي لا ما كانش المفروض ان انا اطلبها اصلا، انها مش هتفيدني في شيء. فيلا بينا نبتدي الفيديو. متنسوش ان ليكم كود خصم هيديكوا 15% خصم لو انتوا بتطلبوا بنفسكم من شي ان. ولو عايزين وسيط يجيب لكم لمصر هنا بجمارك اقل، فهسيب لكم لينك الوسيط تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا، كفايه رغي اكتر من كده. خليني اقول لكم ان في كام قطعه في النص كده ملهمش اي علاقه بالعمر خالص، انا كنت طالباهم عشان عايزاهم بس. فهقولهم لكم في النص اللي هيجي في ايدي هقوله. تمام، تعالوا نبتدي بالطقم ده عباره عن فستان كده بكم، وعليه عباية نص كم. شكله كان عاجبني جدا وقلت هينفع جدا للعمرة يعني. وانا بصراحة ما كنتش عارفة الاجواء هناك ايه، حر برد الدنيا فيها ايه، زي ان انا رحت مكة والمدينة. عايزه اقول لكم ان الجو مختلف، مكة جوها ربيعي حار، المدينة جوها ربيعي برد. تمام كده، فدي كانت هتبقى حلوة جدا معايا في مكة الحقيقة. الفستان رائع رائع. قصيته كده على سمكة، بس مشكلته الوحيده ان هو بيرمي على الجسم، بيبين تفاصيل الجسم. لو انت مثلا عندك بطن بارزه شويه، فمش هيبقى حلو عليكي، خاصه ان انا واخده منه مقاس اكس لارج اللي هو اكبر مقاس. لو انت مليانه عني فبلاش منه. تمام كده. العبايه بقى هي اللي واسعه وشكلها حلو، فممكن ان انا كنت اركب لها مثلا كبسوله او حاجه علشان ما تفضلش تطير. غير كده كان هتبقى خامته بجد جميله جدا. بس هي العبايه بتاعته هي اللي بنص كم. تمام، بجد انتوا اكيد شايفينه عليا دلوقتي، كان هيبقى تحفه لو كنت خدته حقيقي يعني. فده انصح بيه جدا. زي ما قلت لكم انا ما كنتش عارفه الجو حر ولا برد، فطلبت الفستان البيزك ده. قلت ان انا البسه حتى يعني لو طلع قصير شويه ولا حاجه، البسه على تحت العبايات، يعني يبقى بيزك تحت العبايات، عشان العبايات بتبقى شفافه شويه، فيبقى بيزك وفي نفس الوقت يدفيني. تمام، فده كان هيبقى حلو قوي معايا في المدينه بالليل وانا نازله اصلي الفجر او العشاء، كان هيبقى تحفه بجد. هو بصوا برقبه كده طويله. جبته اكبر مقاس تقريبا على ما اظن، او لا مش اكبر مقاس، ده المقاس اللي قبل الاخير جبته لارج. بجد تحفه يا بنات، تحفه تحفه. بصوا خامته خطيره 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 خطيره. بس لو انتي اطول مني ما تجيبوش، لان هو اصلا قصير عليا. يعني انتوا زي ما انتوا هتشوفوني لابسه دلوقتي، انا لبسته على بوت، لان انا حسيت ان هو فوق الانكل كمان، فحسيت ان هو قصير. لو انتي اقصر مني، انا طولي 163 تقريبا او 164، لو انتي بنت بقى في حاجه و50 هيبقى حلو قوي عليكي. فبجد حلو جدا. وسعه الوسع انا جايباه واسع عشان ما يبقاش لازق من ورا، اقدر البسه من غير ما البس فوقيه حاجه. بجد خطير زي ما انتوا شايفين، خطير خطير. وعايزاكم لو جبت منه لون تاني. فلو انتي رايحه الايام دي تقدري تاخديه معاكي لو انتي رايحه المدينه كبيزك تحت العبايات. لكن لو انتي رايحه قدام شويه في الحر فمش هيفيدك في حاجه. تمام، وعايزه اقول لكم ان انا جبت منه لون تاني هوريه لكم دلوقتي. القطعة اللي بجد لو كانت معايا بجد بجد كانت هتفيدني طول العمرة تقريبا، ما كنتش هقلعها فعليا. وانصحك لو انتي مسافرة عمرة تجري تشتريها، لانك هتحتاجيها بجد. هي الشنطة دي يا جماعة، اللي هي اللي قدامكم دي. تمام، ثانية واحدة بس. بصوا يا جماعة الشنطة تحفة، يعني تحفة دي قليلة عليها. اول حاجة فكرة انت جدا هتحتاجي شنطة تلبسيها من قدام، تلبسيها من قدام، حاجتك تبقى قدامك مش في ظهرك عشان الحراميه. فحاجتك تبقى قدامك، بجد الزحام رهيب. فدي كانت هتبقى حلوه قوي قوي انك تحطي فيها اي حاجه تخصك، محفظتك، فلوسك، حتى كبيره لدرجه ان هي تاخد شبشبك. يعني انت تاخد الشبشب بتاعك، لو انت حاطاه في كيس تحطيه جوه الشنطه هتاخده، تاخد مصحفك، تاخد مصليتك. بجد كبيره، وكانت هتبقى عمليه جدا انك تحطيها على صدرك كده من قدام، او تحطيها حتى على ظهرك من ورا.
حمراء كده تمام بجد. بصوا يا جماعه دي لو كانت جات لي الله يسامحهم عشان هم اخروا عليا الاوردر، بجد دي خطيره، انصح بيها وبشده. زي ما قلت لكم ان انا طلبت قطعتين من البيزك دريس الصوف ده، فطلبت منه كمان اللون البيج، خطير جدا جدا، خطير حلو قوي. يعني كنت لبسته تحت عبايه سودا مفتوحه كان هيبقى شكله حلو قوي قوي قوي. بجد عجبوني ومبسوطه قوي ان انا جبتهم، حتى لو مش للعمره فهم عجبوني قوي. القطعه اللي بعد كده اللي برضو كنت طالباها للعمره هي الشنطه دي تمام، على اساس ان هي كبيره زي الشنطه اللي فاتت، فهي كبيره فعلا زي ما انتم شايفين هي كبيره جدا، بس الشنطه التانية اللي هي البيضه اكبر منها. يعني الشنطه دي هتنفع قوي في العمره برضو. بصوا حجمها كبير قد ايه، كبيره جدا على فكره برضو، بس مش لدرجه ان هي تاخد الشبشب الشبشب بتاعي او كده. يعني ممكن تاخد المصحف، تاخد المصليه لكن الموبايلات لكن مش هتاخد كمان الشبشب. فدي كانت هتبقى حلوه قوي لو انت بقى نازله تعملي بعد ما خلصتي صلاه العشاء وخلصتي مناسك العمره وكده، وعايزه بقى تنزلي تعملي شوبينج وتتسوقي، فدي هتبقى حلوه قوي. حجمها مناسب، حجمها مناسب جدا ان هي تاخد حاجتك، يعني حاجتك كلها، محفظتك، باسبورك، فلوسك، موبايلاتك، كل حاجه تخصك هتبقى حلوه قوي الشنطه دي. فبرضو الشنطه دي انصح بيها وبشده. بعد كده انا والدتي كانت معايا في العمره، فانا طلبت لها العبايه دي. على فكره يا جماعه احنا مش ملزمين في العمره ان احنا نلبس ابيض او اسود او اي لون، انتي تلبسي اللي انتي عايزاه، اهم حاجه تبقى حاجه واسعه ومحتشمه وفضفاضه فقط تمام كده. فانا كنت طالبه دي لوالدتي العبايه دي، قد ايه شيك حلوه قوي. بس هي يعني انا ما اظنش ان ماما كانت هتروح بيها العمره او تعمل بيها العمره، لان هي لما جت انا حسيت ان هي مدندشه شويه. الرافلز اللي فيها دي حاسه ان هي مدندشه شويه. الخامه بتاعتها بالنسبه لي خامه انا مش عارفه، حاساها خامه غريبه كده، بس هي بوليستر يعني، خامه غريبه كده بس شكلها حلو. يعني في الاخر هي شكلها حلو كده، يعني حاسه ان هي عايزه مناسبه راقيه كده شويه، يعني عارفين معزومه في حته حلوه، رايحه على مناسبه في البيت كده يعني. فعجبتني قوي، هي فيها رافلز كده من قدام تقدري تسيبيها وتقدري تربطيها زي الموديل، فانتوا هتشوفوها عليا، بس هي طبعا مش ليا، دي لوالدتي. القطعه اللي بعد كده اللي لو كانت جت بجد برضو ما كنتش يعني مش ما كنتش هقلعها، كنت هقلعها طبعا لان لازم بغير يعني في الهدوم، بس بجد كنت هستخدمه كتير جدا. هو الفستان ده، الفستان ده اللي فاكر انا كنت مشتريه منه في الصيف اللي فات اللون الفوشيا، بس كان كبير جدا عليا، بس انا عارفه ان خامته تحفه وطريه، فقلت هينفعني جدا. اول ما نزلوا منه الاسود قلت هينفعني جدا في العمره، فطلبته وطبعا طلع زي ما توقعته، لان زي ما قلت لكم انا اصلا عندي منه البينك. قد ايه جميل، وسعه تحفه جدا، يعني شكله عبايه حلوه جميله وواسعه وفضفاض خطير. بس طبعا هتحتاجي تلبسي من تحته بيزك كات ولا حاجه. خامته حلوه جدا بالنسبه لمكه وللمدينه الصبح برضو حلو جدا، حلو جدا 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 جدا، انصح بيه وبشده وبشده لو انت رايحه عمره. قطعه من القطع اللي انا بقول برضو الله يسامحهم زي الشنطه كده ان هم اخروا عليا الاوردر، لاني بجد ما كنتش هقلعه من رجلي فعليا طول العمره يا جماعه. الشبشب ده لو انتي طالعه عمره اطلبي الشبشب ده على طول، على طول اطلبي الشبشب ده، واطلبي منه المقاس المريح بتاعك، المقاس المريح. يعني انا طلبت منه مقاس 40 مظبوط، يعني انا بلبس 39 40 ف 40 ده المقاس المريح بالنسبه لي، طلع مظبوط بالظبط عليا زي ما انتوا هتشوفوه في رجلي. بصوا يا جماعه تحفه، يعني مريح وحلو وطري وبلاستيك، ف مع الوضوء هيبقى كويس جدا. سهل انك تلبسيه مع شراب، يعني عشان هو من غير صوابع وكده، فطبعا احنا هناك يعني على طول لابسين شرابات، فهيبقى حلو جدا مع الشراب. سهل في انك تقلعي وتصلي وتقلعي وتخرجي من الجامع. جماعه انا ما كنتش هقلعه من رجلي انا بجد، يعني انا خدت معايا شبشب تاني صحيح هو قام بالواجب بس ما كانش افضل حاجه، لكن ده كان هيبقى تحفه معايا بجد، جيبوه على ضمانتي. القطعه اللي بعد كده بصراحه انا اخترتها وما كنتش عارفه هتبقى حلوه ولا لا، فلما جت بجد كانت هتبقى حلوه جدا جدا في العمره. في يعني حتى في الصلوات اللي طول اليوم، مش لازم وانا بعمل العمره، كانت تبقى في الصلوات كده هتبقى حلوه جدا جدا جدا. هي انا ما اعرفش ده جلابيه ولا فستان ولا ايه، بس المهم ان هو تحفه على طرحه سودا كده او طرحه بيضه. قد ايه خامته، اول حاجه هو خامته يا جماعه فيسكوز 100%،
فيسكوز، فما تغسلوش بميه سخنه لانه ممكن يكش، ممكن هو اكيد هيكش، فما تغسلوش بميه سخنه خالص. خامته فضفاضه وناعمه وطريه، ولو انت رايحه عمره ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه اللي هي الايام الصيف لازم تاخديها بجد بجد. تحسي ان انت مش لابسه اي حاجه خالص خالص خالص. وكمان فيها جيوب خطيره خطيره، بس طبعا لازم تلبسي تحتها بيزك لان هي شفافه خالص. تمام، رائعه رائعه رائعه. وزي ما قلت لكم فيها جيوب، انا عجبتني جدا يعني، للاسف ان هي ما جاتش. وكمان على فكره تقدروا تلبسوها كبيزك تحت العبايات المفتوحه، هتبقى شيك وحلوه جدا. من القطع برضو اللي كانت هتبقى مفيده جدا لو كنت خدتها معايا هما البيزكس دول. ده ست بيزكس يا بنات. هو خامته ولا صوف ولا صيفي، هي خامته كده اللي هو الصوف الستريتش الناعم اللي جاي على قطن ده. شايفينها يا بنات؟ تحفه تحفه تحفه. كانت هتبقى حلوه قوي لو تحت عبايه، لو بتاخدي معاكي العبايات السوداء اللي هي بتبقى مقفوله من غير كباسين، بتبقى مقفوله خالص، فما بنحتاجش نلبس تحتها بيزك، بنحتاج بس نلبس تحتها بنطلون ستريتش او باي بنطلون وعليه بيزك كده زي دوت. فكنت ممكن البس البيزك ده واي بنطلون، عندي منه البيج عندي منه الابيض، كانوا هيبقى حلوين جدا. والبيزك بتاعت شي ان يا جماعه لا غنى عنها، بجد لا غنى عنها. احلى بيزكس ممكن تجيبيها في حياتك من شي ان. من القطع بقى اللي ملهاش اي علاقه بالعمره خالص، اول حاجه جبت القربه دي لوالدتي. والدتي على طول رقبتها بتبقى تعبانه جدا، وانا كمان على فكره، فقلت اجيب دي لوالدتي، ولو ريحتها وطلعت حلوه ممكن بعد كده ارجع اطلبها لنفسي. فجبت القربه دي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. هي بتتفتح بتتملي من هنا، تمام اهي كده اهي، بتتملي من هنا وبتتلبس ميه سخنه طبعا، وبعدين بتلبسيها عادي كده زي الرقبه اهي. المفروض ان هي بتريح الرقبه وبتاع وكده، فلو طلعت حلوه كلنا هنشتريها للامانه. بعد كده اللي فاكر انا في البلاك فرايداي اللي فات طلبت ستاره لاوضه النوم عندي، بس طلعت للاسف ان هي طلعت ناحيه واحده بس كانت خطيره 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 خطيره. اللي هي دي تقيله، خامتها تحفه، شيك جدا. فطلبت واحده كمان منها عشان اعمل الشباكين بتوع الاوضه عندي. فبصوا يا جماعه، بصوا الماتيريال اصلا حاجه فخمه وتقيله يعني، بجد انا ركبتها بقفلها من غير بلاك اوت الدنيا بتبقى عتمه، فانصح بيها وبشده. بعد كده برضو من القطع اللي ملهاش علاقه بالعمره، بس انا اول ما شفتها خلاص انا اغرمت يا جماعه. الشوز دي واو بجد خطيره 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 خطيره. ولكن لو انت من الناس اللي ما بتحبيش الشوزات الضخمه فابعدي عنها. لو انت من الناس ما بتحبيش الشوزات اللي بتكبر الرجل فابعدي عنها. لو انت زي بتعشقي الشوزات الضخمه العاليه ف واو خطيره 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 خطيره. ولكن جيبي منها مقاسك المظبوط المظبوط. يعني انا زي ما قلت لكم انا مقاسي المظبوط 39، المريح 40، جبت ال 40 طلعت كبيره، فكان المفروض اجيب 39. فانت جيبي مقاسك المظبوط. بصوا يا جماعه تفاصيلها اصلا، بصوا الشياكه، لا شياكه 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 واناقه بصراحه يعني، حاجه فخيمه. حتى جوزي اول ما شافها قال لي بتاع ده شيك قوي، قلت له ايوه صح شيك. بجد خطيره بجد. اكيد انتوا هتشوفوها دلوقتي في رجلي. تمام. طبعا انا عايزه اقول لكم ان اللبس اللي انا لبسته ده مجرد لبس ان انا اوريكم لو انا في العمره كنت هلبسه ازاي او كده يعني، مش ده التنسيق. يعني مثلا زي الترنج اللي جاي ده ملوش علاقه بالعمره، ده بتاع اختي اصلا مش بتاعي. فانا لبسته كده يا جماعه بس عشان اوريه لكم، لان الدنيا كانت برد جدا وانا بقيس وانا كنت عايزه اخلص يعني بردانه. لكن طبعا انا لو هلبسه او اختي هتلبسه اكيد هتلبسه على سنيكرز ابيض وطرحه بيضه. حلو جدا للبنات اللي بتحب الحاجات الواسعه. البنطلون ستريت، ولا هو ضيق ولا هو واسع، تمام. نازل كده ستريت حته واحده، تمام. خامته بصوا اهي المضلعه دي، تمام كده. وعليه البلوزه الطويله قوي قوي مغطيه لحد تحت الركبه، تمام. والفتحه بتاعته هي اللي كبيره قوي. بس ما تقلقيش لان البنطلون هاي ويست فكل ده اوريدي متغطي. حتى انت كده كده هتلبسي تحتيه بادي طبعا، بس كل ده متغطي ما تقلقيش خالص. واسعه جدا، حلو قوي وشيك جدا جدا. انتوا هتشوفوني لابسه دلوقتي بس اعذروا الهبل اللي انا عاملاه في رجلي. لكن بجد كنت عايزه اخلص. اخر حاجه بقى كنت طالباها للعمره والحمد لله ان انا
ما خدتهاش معايا يا جماعه، لاني انا لو كنت خدتها اول حاجه كانت هتاخد مكان كبير جدا، تاني حاجه ما كنتش هلبسها ولا هحتاجها خالص، وهي الترنج القمر ده. اللي عارفني عارف ان انا بعشق منتجات دايزي يا جماعه، انا عندي ادمان لدايزي. فطلبت الترنج، ترنج خطير. هو اصلا كلمه خطير قليله عليه، تقيل وبيدفي. انا عايزه اقول لكم ان انا لبسته بقى هنا وانا عماله اقيس وانا بردانه، لبسته انا مش عايزه اقلعه، انا مش عايزه اقلعه خلاص انا متدفيه. خامته خطيره خطيره خطيره، وعايزه اقول لكم ان هو كان سولد اوت ونزل تاني يعني اصلا. فبجد خطير خطير خطير. تدي كده، طبعا التدي حاجات بتتخن شويه بس مش مشكله، في البيت ان شاء الله ابقى دبه، المهم ابقى متدفيه يعني. بس طبعا ده انا لو كنت خدته معايا العمره، انا قلت بقى ايه زي ما قلت لكم، انا مش عارفه الدنيا برد ولا حر، فقلت اخد معايا ترنج شتوي وترنج ايه صيفي. فعايزه اقول لكم ان ده لو كنت خدته معايا ما كنتش هلبسه ابدا، لان الدنيا هناك مش مستحمله خالص الكلام ده. تمام. غير زي ما قلت لكم في المدينه بالليل الدنيا بتبقى برد، فبتاخدي معاكي حاجه زي زي ما قلت لكم اللي هو البيزك الصوف ده، شيل تقيل على كتفك، لكن مش لدرجه ان احنا بالليل هنلبس ده خالص. تمام. بس كده فيديو سريع، يا رب يكون عجبكم ومطولتش عليكم. وتابعوني على انستجرام، عشان على انستجرام هنزل لكم ريلز خاصه جدا بالعمره لاي حد رايح عمره قريب، ان شاء الله هيفيدوا جدا. وانتظروا الفيديوهات القادمه، ووحشتوني، واشوفكم ان شاء الله على الف خير. وما تنسوش ان ليكم كود خصم من شي ان. وباي باي.